السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب الكل بخير. راح اسوي وياكم اليوم مخلل اللهانة الحمراء او طرشي اللهانة الحمراء. اللهانة هي الكرنب مثل ما يسموها بالدول العربية. طبعا هذا المخلل من المخللات الكلش مرغوبة هنايا من بتركيا، ودائما يستخدموها ويا جماعة الدونر القص، يعني يخلوها من اي مكان تشترون لفات مال القص لازم يخلون وياكم هذا النوع من المخلل. جبت اني راس واحد من اللهانة هي الكرنب طبعا قلت لكم. وزنها كان كيلو ونص. فاني كل التتبيلة اللي راح اخليها لهاي الطرش يعني او هذا المخلل هي تناسب كمية كيلو ونص من الكرنب الاحمر. اذا انتم عندكم الكمية اقل او اكثر فتديرون بالكم حتى النكهة وياكم تطلع مضبوطة جدا مثل اللي طلعت عندي. يعني ممكن تستخدمون عدة حبات صغيرة أو تستخدمون حباية واحدة كبيرة مثل ما قلت لكم. هنا قطعناها وشلنا الجزء الأبيض من عندها. ضروري هذا الجزء اللي صاير بالنص الأبيض نشيله لأن هذا يكون قوي كلش ويعني ما ينكل هذا. وهو الباقي نقطعه على شكل شرايح رفيعة. وضروري أن تكون السكينة وياكم حادة جدا مثل ما تشوفون هنا دا أزيل هذا الجزء الأبيض. السكينة إذا ما كانت حادة راح تأذي إيدكم وراح تتعبكم هواية كلش بالقص. ويفضل أنه تلبسون جفوف إذا كان عندكم، لأن اللهانة تنطي لون كلش هواية للإيد. هي حالها حال الشوندر. مثلا من البهارات عندكم الكركم، هاي من الأكلات يعني اللي تسوي لون بالإيد وبالأظافر كلش هواية. فيستحسن أنه نلبس وياها جفوف. وأيضا الرمان همينة. الرمان من تجون تفلسوه يعني أيضا يسوي يعني يترك لون بالإيد. هنا بديت أقطعها على شكل شرايح. كلها طبعا هي وما اغسلها. ماكو داعي يعني تنغسل لان هي اصلا نظيفه. فقط اني بالبدايه زلت اول طبقه من عندها، طلع يعني اول طبقه من الاوراق زلتها وبديت اشتغل بالطبقه الثانيه او الثالثه. هنا ايضا راح ابدي اقطعها على شكل شرايح وبعدين احضر برطمان عندنا. ضروري أن يكون حجمه مناسب الحجم الكرنب أو اللهانة اللي عندي. ما يبقى بيه مسافة فارغة هواية، لازم يملي إلى آخر حد. وإذا ما كان عندكم يعني مناسب بالضبط فتجيبون برطمانات صغيرة، لأن ضروري من تخلون اللهانة بيه لازم ينملي للآخر، يعني ينضغط وياكم كلش قوي ما يبقى بيه مسافة مثل ما راح أشوفكم. المخلل هذا طبعا راح يكون وياكم جاهز بأقل من يوم واحد. يعني إذا سويتوه من الصبح فهو للعشاء يكون جاهز، أو مثلا سويتوه من الليل فهو ثاني يوم يكون جاهز. هنا خليته بإنجانة كبير، خليت ملعقة كبيرة كلش من ملح الطعام مو ملح الطعام عفوا ملح الخشن. وهنا راح اخلي عصير ليمون نصف كوب. انتو حسب اني ليمونتين سويت عندي نصف كوب. وكوب كامل من الخل الاحمر. انا استخدمت خل العنب، ممكن تستخدمون اي نوع خل بس انا افضل خل العنب لان الحموضه مالته تكون اعلى. وبعدين بكل قوتكم تبدون تفركون بيه على قد ما تقدرون الى ان تطرى وياكم حبه اللهانه وتذب المي مالها. وممكن ما تسووه تحتفظون به بالثلاجه لفترات طويله كلش. طبعا أي نوع من أنواع المخللات إذا احتفظتوا به بالثلاجة فراح يبقى وياكم فترة طويلة وكل شي ما يصير عليه. أنا أحب جدا المخللات أنواعها، الطرش المدبس، الطرش الأصفر، الأحمر، كله أحبه. أنا مسوية أنواع من الطرش راح أترك لكم إياها بصندوق الوصف. مثل ما قلت ضروري نحتفظ به بالثلاجة حتى يبقى ويانا أطول فترة ممكنة. هنا جبت هذا البرطمان كان مناسب كلش حجمه الحجم اللهانة اللي عندي اللي هي مثل ما قلت لكم كيلو ونص. وبالنسبة للي قلته الملعقة طعام كبيرة من الملح والنصف كوب من عصير الليمون وكوب من الخل، فهذا يكفي للكيلو ونص من اللهانة. إذا سويتوا أكثر أو أقل تديرون بالكم على القياسات حتى لا يطلع وياكم الطرش فاهي ولا يطلع وياكم كلش مالح، لأن إذا صار مالح بعدين ما نقدر نعالجه. وورا ما اخلي هنا راح ابدي بيناتهم اخلي هيجي كم فص من الثوم. انا هنا استخدمت 3 فصوص ثوم سويته على شكل شرايح. الثوم ضروري جدا انه نستخدمه لان اللهانه والقرنبيط وهاي الاكلات تسبب انتفاخ يعني. فالثوم راح يمنع الاكسده مالته. وبما انه بدنا نخلي احنا كميه قليله فهي ريحه الثوم ما راح تكون بارزه وياكم كلش، لا تخافون يعني ما راح تحسون. بس هو راح يكون مفيد ويمنع الاكسده مالتكم من اللهانه. هنا طبعا هو انطى المي مالته. هسه راح اشوفكم انطى كميه كبيره من المي لان احنا ظلينا نفرك بيه بايدنا. وهاي اخر كميه الباقيه من الثوم خليتها لي فوق. وراح ابدي المي اللي طلع راح ابدي اخليه لهنايا، ما راح اتخلص منه لان هو كان بيه خل وبمواد كلها احنا دا نحتاجها. راح اجيبه واخليه فوقه. هسه راح اشوف لكم اياه.
هذا المي اللي طلع من عنده ويا اللي خليته. طبعا راح اخلي هذا المي، وراح اخلي ملعقة طعام كبيرة ايضا من الملح، وراح اخلي كوب ثاني من الخل. يعني هنا احنا خلينا ملعقتين طعام من الملح، كوبين من الخل، ونصف كوب من عصير الليمون. طبعا راح اكتب لكم المقادير كلها بصندوق الوصف. هنا خليت هاي الملعقة الثانية، وخليت كوب من الخل، والباقي البرطمان راح ابدي امليه بالمي. المي اللي استخدمه ضروري ان يكون مي بارد كلش، مثل ما قلت لكم اي نوع من انواع المخللات نستخدم بيها المي البارد بهذا الشكل الى ان ينملي ويانا كله، يعني يوصل للاخير مثل ما تشوفون. وراح ابدي اشده مضبوط كلش، يعني القبض مالته كلش اضبطه كلش زين حتى لا يدخل بيه هواء. ومن تسوون مخلل هنا راح ابدي اديره بهذا الشكل، اخليه فد نص ساعه، بعدين راح ارجع لحالته الطبيعيه واحتفظ. هنا خليته تقريبا ساعه بهذا الشكل، وبعدين سويته بهذا الشكل. راح اخليه بالثلاجه نحتفظ به من 10 ساعات الى 12 ساعه او يوم كامل، راح يكون ويانا جاهز، وراح تاكلون اطيب مخلل احسن من مال السوق وانظف طبعا. ومن تستخدمون المخلل دائما تستخدمون معالق او ادوات نظيفة كلش من تطلعوها، لا يكون بها نقطة مي او نقطة زيت حتى لا يخرب وياكم، وتطلعون الكمية اللي تكفيكم، والباقي تسدون القبغ مالته كلش زين وتحتفظون به بالثلاجة. بهذا الشكل راح يطول وياكم اطول فترة ممكنة. هاي اني بهذا الشكل صبيت شوية، كان عندنا همين احنا مسوين نواشف، فكان الطعم والريحة مالته تجنن كلش طيب طبعا. وحتى اتصور قلت لكم كل الافكار يعني حتى تحتفظون بيه لاطول فتره ممكنه. وهنا اكلت وحده كان طعمها كلش وملحها كلش ملائم. وهنا خلص الفيديو مالتنا لهذا اليوم، اتمنى ان يكون عجبكم، ومنا الى ان نشوفكم بالفيديوهات الجايه اقول لكم باي باي ودمتم بالف خير.